هزيلة للنظام. وزاد على ذلك المفتي آية الله حسن نصر الله يقول إنه كذب ما يجري، أنا سمعته بنفسي في قناة فضائية، يقول كذب ما يجري في حمص، هذا مثل شهادة اليهود في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الذي يجري في حمص مزور وليس بصحيح ولا يقدم هذا النظام على هذا. يعني القنوات كاذبة والإعلاميون والمفكرون والعلماء والناقلات والفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وهو صادق هذا الآثم المسمى حسن نصر الله يكذب العالم كله، يقول ما في حمص. شوف يقول قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، فأعوذ بالله من شهادة الزور. أما الرئيس السوري فأقول له بالله هل بقي عندك ذرة حياء واحدة أو قطرة دم لتحكم، تقول تحكم ساعة واحدة سوريا وتستفتي على دستور بعدما فعلت الذي فعلت؟ بالله إن فعل اليهود أعداء الله ما فعل بالسوريين كما فعل هو، ولكني أنتظر من الله يوما موعودا فيه، وأقول إنما تؤخذ الفتوى من علماء المسلمين. ويا أخ محمد أفتى هيئة اتحاد العلماء المسلمين بفتوى وجوب جهاد الشعب السوري النظامي، أفتوا بإدانة العمليات، أفتوا بأن هذا نظام مجرم فاشي بوليسي خارج من الإسلام. بعض علماء السعودية أفتوا بأن هذا النظام مارق كما تقدم، وأنه عدو للإسلام ويجب جهاده وتقديمه للعدالة وللاقتصاص منه. طيب دكتور عايض، اسمح لي بسؤال قبل أن تتحدث عن النقاط التي أشرت إليها فيما سبق. تحدثت في حديثك عن 500 عالم دين ومفكر إسلامي في العالم الإسلامي سيصدرون بيانا مشتركا يدين ما يجري في سوريا. نعم، ذكر الدكتور بكار عبد الكريم بكار وهو من علماء مفكري سوريا أنه الآن في إعداد بيان من علماء العالم الإسلامي 500 عالم يرون عدم جواز أن يقدم الشعب السوري على إقدامه، وأن هذا النظام لا شرعية له، ووجوب أن يجاهد الشعب السوري. وأنا بهذه المناسبة أقول يجب على الشعب السوري المناضل البطل الذي أثبت أنه على مستوى الأحداث والثورة، وهم أحفاد خالد بن وليد وهم في شام الخير والبركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أثبت أنه على مستوى الشرف والمجد والرفعة. قل يجب على السوريين أن يحملوا السلاح، كل من يستطيع حمل السلاح يحمله ويقاتل بشار الأسد، قتله أوجب من قتل إسرائيل الآن، ولو قاتلوا بالحجارة حتى ينتهي، لأن هذا أصبح واجب شرعي نصت عليه الأدلة الشرعية، لأن في دفع الصائل ودفع المجرم اجتمعت فيه أنه مارق وأنه قاتل وأنه صائل وأنه متآمر على الأمة، وأنه أيضا زنديق في الديانة بالنصوص التي ذكرتها في كتب أهل العلم عن حزب البعث، كما ذكر بعض هيئات كبار العلماء وكما ذكر بعض علماء الأزهر أو علماء الأزهر. نقطة لو توضح لي يا شيخ عايض، أنت تقول بأن قتل الرئيس بشار الأسد الآن قتل مثلا أولى من قتل إسرائيلي كشارون مثلا؟ هو وإياه سواء، هو الاسم مشتق من الاسم بشارون شارون كما يقول السوريون، ولذلك يقول والشعب، قلت في قصيدة سابقة والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. ولذلك النابلسي من علماء المحدثين القدامى في مصر يقول قتال الفاطميين أولى من قتال النصارى، يقول ومن عنده 10 أسهم، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يقول من عنده 10 أسهم فليطلق على الفاطميين 9 وليطلق على النصارى سهما واحدا، لأنه مثلا هدم المساجد ومزق المصحف، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم كما في القرآن. فكيف يذهب الشعب السوري يقاتل؟ ما يحرر الجولان أصلا حتى يذهب هذا النظام المتواطي العميل الذي تواطى مع أعداء الأمة، وهو أصلا مع إسرائيل، وإسرائيل تقاتل بقوتها ليبقى هذا النظام الخائن العميل الذي ترك يقول حماية الديار، بل قتلت أهل الدار والمتآمر على الأمة الإسلامية. فأقول يبدأون ببشار، يقدم قاتل المسلم يقتل، هو قتل الأطفال وقتل الشيوخ كما أسلفت، فهو الآن مكتوب عليه الإعدام. وأنا مع السوريين في الاستفتاء بدل الدستور أن يستفتوا هل يعدم أو يشنق أو يسحل أو يطرد أو يسجن، وسوف تقع فيه بإذن الواحد الأحد. ودعاء المسلمين لا يذهب هدرا بإذن الله، كل المساجد تضج بالدعاء عليه، والعباد والعلماء والزهاد، والفجر قريب. وأقول لشعب سوريا قريبا سوف تصلون إلى النصر والمجد والفتح بإذن الواحد الأحد. الشيخ عايض القرني الداعي والمفكر الإسلامي، شكرا جزيلا.